السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة جيدة واسعد حال. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم واتوب اليك. جددوا ايمانكم بشهادة ان لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. حبايبي هفضل اشكركم، حبايبي وعيلتي اللي معايا هفضل اشكركم العمر كله، وهفضل اشكر كل حبايبي اللي جم نوروني وجم وشرفوني، وهشكر كل تعليق وكومنت حلو منكم. ألف مليون شكر حبايبي، مليون ألف شكر. النهاردة عاوزة أحكي لكم عن قصة فيلم حقيقية، مش مجرد فيلم سينمائي وبس، لا دي قصة فعلا حدثت في الواقع. قصة الآنسة حنفي. المفترض ان الفيلم ده بطولة الفنان الكبير اسماعيل ياسين، وطالع ابوه عبد الفتاح القصري. عبد الفتاح القصري ده كان متزوج زينات صدقي، ومعاها بنتها الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي اللي هي نواعم، وكانت نواعم دي بتحب عمر الحريري. المهم الفيلم ده بيحكي عن ان الاب وابنه، هو متزوج واحدة اللي هي مرات ابوه، معاها بنتها نواعم. ومتزوجها، وهو عنده محل جزارة كبير وبيشتغل معاه. بيمسك الحسابات سليمان باشا نجيب، ورياض الأصابجي كان هو صبي الجزار، صبي عند عبد الفتاح القصري. المهم ان الفيلم ده من المفترض ان عبد الفتاح القصري عايز يزوج اسماعيل ياسين لبنت مراته اللي هي نواعم. اصلا المجدة الصباحي اللي هي نواعم دي كانت بتحب الفنان الكبير عمر الحريري، وكانت زعلانة انها تتزوج من الفنان الكبير اسماعيل ياسين. لكن ابو اسماعيل ياسين الفنان عبد الفتاح القصري اصر وزوج اسماعيل ياسين لبنت مراته نواعم. في ليلة الزفاف حدث ان اسماعيل ياسين جاله مغص، وراح للمستشفى وتحول ل ذكر، تحول لأنثى، من ذكر إلى أنثى اللي هي الآنسة حنفي، من حنفي لحميدة. المهم حميدة تزوجت من اللي هو الصبي اللي عند والده اللي هي هو رياض الأصابجي، وتزوج منها وأنجب 3 أطفال. ده قصة الفيلم اللي هي الفيلم السينمائي اللي مأخوذة من قصة حقيقية. القصة الحقيقية للسيناريست الصحفي جليل البنداري. كانت القصة دي عاملة ضجة كبيرة جدا في مصر، فحولها لفيلم سينمائي من قصة واقعية لفيلم سينمائي، بس مع العكس ان هو كان ذكر وتحول لأنثى، لكن الحقيقة ان هي كانت أنثى وتحولت لذكر. ايه قصة بقى الحقيقية؟ القصة الحقيقية اللي هي الواقعية اللي هي فاطمة إبراهيم داود. فاطمة إبراهيم داود دي كانت في مولودة في قرية ميت غامر في محافظة أهلية عندنا في مصر. كان معاها 3 إخوات بنات غيرها، وكانت أبوها بيعملها إن هي تنزل وتشتغل وتساعده وبتتحمل المسؤولية في البيت. باباها توفى، لما توفى مامتها ما قعدتش كتير وراحت تزوجت، وراحوا فاطمة دي اخدت اخواتها وقعدوا عند جدتهم. جدتهم يعني ما قعدتش برضو كتير وتوفت رحمة الله عليها. لما توفت طبعا فاطمة ابتدت ان هي مسؤولة عن اخواتها وبتشتغل عشانهم وبتكافح علشان تقدر تصرف عليهم. فاطمة دي اعجب بيها شاب اسمه عبد الصمد واتخطبت له، لكن حضروا للزواج. ولما جم حضروا للزواج وخلاص هيتم الزفاف وخلاص يعني انتهت وكل حاجة وتم العش الزوجية وكانت هتتزوج خلاص، فهي رفضت وقالت وفسخت الخطوبة وما أتمتش الزواج، ما اتجوزتش يعني. لما ما اتجوزتش قالت ان هي مش ميالة للرجالة، ومش حاسة ان هي عندها مشاعر انوثة، او ان هي حاسة ان جسمها جسم ست. المهم ابن العمدة نزل لزقازيق عند دكتور اسمه جورج الياس، لا الياس جورجي. المهم الدكتور ده شك في امرها ونزل بيها على القصر العيني عندنا هنا في محافظة القاهرة. عمل دكاترة وشكوا في امرها دكاترة، وعملوا كونسولت كبير قوي من الدكاترة وشكوا في امرها، الى ان جاء ان هم اول تحويل
من أول تحويل حدثت في مصر سنة 1947 كانت هي فاطمة دي، وتحولت من فاطمة إبراهيم داود إلى علي إبراهيم داود. حدث ضجة جامدة جدا والصحف اتكلمت عليه وكده. ولما الصحف اتكلمت، الكاتب جليل بنداري ده استغل الفرصة وحولها الفيلم السينمائي اللي هو الآنسة حنفي. وفعلا علي ده تزوج من جارته اللي هي فاطمة محمد اللي كانت على اسمها قبل ما يتحول من أنثى إلى ذكر، واتخطب لها. لكن علي دوت لم يهمله القدر، بعد العملية ب10 سنوات توفاه الله. الفيلم دي قصة الأنسة حنفي دي فعلا قصة حقيقية، واستغلها الكاتب الكبير السيناريست الصحفي جليل بنداري، وهي دي فعلا مأخوذة من الواقع وتحولت لفيلم سينمائي. بطولة الفنان الكبير إسماعيل ياسين وعبد الفتاح القصري وزياد صدقي وماجدة الصباحي وعمر الحريري. هي دي قصة فيلم حقيقي، قصة فيلم سينمائي من واقع الحياة حقيقية. حبايبي، يا رب تكون عجبتكم القصة. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب في القناة، واوعوا تنسوا تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم حبايبي، بشكركم حبايبي.